السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة من كل أبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويسامحهم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. وربنا يا رب كده مع الأهالي واللي حصل في تركيا وسوريا والعراق ويسترها معاهم ويلطف بيهم يا رب. يا رب الطف بعبادك يا رب، انت القوي ونحن الضعفاء، الطف بينا يا رب. يعني اللي حصل صعب جدا 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 بصراحة، ربنا معاهم ويقف معاهم ويلطف بيهم ويعينهم على اللي هم فيه، اللهم امين يا رب. طبعا كنت عامله لكم الفرخه اللي خدت منها وقلت لكم قطعت منها بانيه واعمله بعد كده. يعني اليوم الاقتصادي العالمي، عملت الفرخه، جبنا عملنا بيها ملوخيه ورز وفراخ، وعملنا بانيه ومكرونه وسلطه وظبطنا الدنيا ومية مية. نيجي هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. هنحط بصلايه وطماطمايه ونظبط بقى في البهار. البيضه بدل ما تعمليها فكره البيضه اللي انا بحطها كده على الخلطه كلها، بتكون افضل بدل ما تجيبي بيضه بيضتين وبتعمليها وتحطي البانيه فيها الاول بعد كده تنزلي في الفيجيتار. لا، احنا بنوفر، بنحط بيضه واحده مع الطماطم والبصل ومعلقة صلصة ومايونيز وفلفل اسود وملح وشطة وتوم باودر وبصل باودر وكركم، ونحط برضو مايونيز وكاتشب. بصي اللي انت عايزاه حطي، عشان لو انت ما سمعتيش مني، اللي انت عايزاه في التتبيلة بتاعت البانيه دي حطي. عايزاه سبايسي حطي شطة، حار كده حطي شطة، مش عايزاه ما تحطيش. المايونيز بقى والصلصة والكاتشب والحاجات دي بقى والطماطم بتدي طراوة حلوة قوي للبانيه، بتخليه كده طعمه حلو. ولما تتبليه وقت كبير بقى يا سلام، مش عايزة اقولك. تبلي بقى التتبيلة دي وسيبي في التلاجة وتعالي اقليه اكنك بتاكلي كده. بصوا خطيرة. حطي بقى زي ما انت عايزة، اي بهار عندك حطي. انا حطيت توم باودر وبصل باودر وكركم وشطة وفلفل اسود وكاتشب ومايونيز، بصوا بيضة وكل حاجة تمام. وشوية برضو كزبرة ناشفة، ظبطت الدنيا، كان مخلي طعمه خطير. طبعا شايفينه كده في اول فيديو عامل ازاي، تحفة. وهتشوفوه في القلي كمان. وشوية بابريك، بصوا اي حاجة حطوها. طبعا اللي احنا شايفينه بجد، انا مش عايزة اقول لكم الفرخة دلوقتي بتعدي 250 جنيه. عشان تجيبي فرخة كبيرة قوي مثلا تكفي 5 افراد 6 افراد ومش هتكفي، بتعدي 250 جنيه. يعني عايزة اقول ربنا يرحمنا برحمته الواسعة، بجد ربنا يرحمنا. وفي نفس الوقت بنقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على اللي احنا فيه. اللي احنا فيه ده ارحم بكتير من اللي غيرنا فيه، ارحم بكتير من تركيا اللي شافته في الزلزال وسوريا والعراق. لا لا لا، ارحم. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. على اللي احنا فيه، الغلاء والجوع او الدنيا الغالية اللي احنا فيها دي احنا نقدر عليها قوي، لكن اللي حصل ده هيبقى صعب صعب جامد. فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا معاهم ويقف معاهم يا رب، اللهم امين يا رب. هننزل بقى بالخلطة الحلوة الجميلة الجبارة اللي احنا ضربناها كلها في بعض دي، كلها كده ننزلها ونحط بقى فيها البانيه كده. الفرخة كانت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها، لما كنت عاملاها مع الملوخية بقيتها كانت كبيرة. قطعت كده، جمدتها شوية عشان اقدر ان انا اقطعها شرايح حلوة. عملت معايا حلو بسم الله ما شاء الله بجد. كل ده يتبل بقى وسيبيه على بقى تلف شويه في المطبخ لفه حلوه كده. في حاجه شويه معين وراكي تغسليهم، تسلقي المكرونه، ظبطي وتسيبي بقى في الاخر يشرب بقى، يشرب من التتبيله الحلوه دي، يبقى جميله تحفه. جربيها مش هتندمي على التتبيله دي. نغطيه بقى ونسيبه كده ونشوف ايه اللي ورانا، ايه اللي هنعمله. المكرونه هنسلقها. ادم بقى عايز بقى الرسمه دي يا ماما، انا عايز المكرونه الكوكع دي يا ماما.
قلت له ايه كوكع ده ولا قوقع ولا بتاع ده، يا ادم في ايه؟ يقول لي انا عايز الشكل ده. قلت له خلاص هعملها لك. حط بقى الميه بتاعتنا، شويه زيت وشويه ملح عشان نسلق المكرونه، ننزل بيها. بصراحه كانت جميله وكان شكلها حلو، يعني بتفرحه شكلها، وكمان نوعها كمان كان حلو. عملت كيسين بقى كده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب العالمين. اتغدينا واتبقى كمان، الولاد حبوا يتعشوا منه. انا بحب اعمل الاكل بيبقى بيتعشوا منه، لا بسيبه تاني يوم، مفيش اي مشكله. بصوا المكرونه زي الفل ازاي. خلاص سلقناها، ننزل بقى والميه الساقعه نازله كده عليها كده على المصفى كده. حط بقى حته سمنه وشويه الزيت. طبعا ما رضيتش بقى اصفي طماطم واعمل وكده، قلت عندي صلصه اعملها بالصلصه على السريع كده، حاجه سريعه بسرعه وتبقى ايه جميل. انا بحب بصراحه اعملها بالصلصه، معجون الصلصه ده، مش لسه بقى اضرب طماطم واصفيها واسيبها تتسبك. انا بخلص نفسي بسرعه كده، وعيالي بيحبوها. شويه كركم صغيرين كده يخلوا المكرونه ايه يا سيدي، شويه كركم صغيرين كده مع شويه بابريك بقى، مع شويه فلفل اسود وشويه ملح، شويه توم باودر وبصل باودر، خلوا المكرونه خطيره. ولو عندك بقى مكعب ماجي بقى، ماجي كده مرق الدجاج حطيه يا سيدي بقى على المكرونه. بصوا حاجه سريعه، تبلنا البانيه وسيبناه على جنب، وعملنا المكرونه بسرعه وشويه سلطه خضراء. وكان عندي بطاطس جاهزه محطوطه في الفريزر، طلعت شويه حمرتهم. والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب كده يطرح البركه في كل حاجه، ويعين كل واحد على حاله، ويرزقنا جميعا يا رب، اللهم امين. بحب اشارككم اي حاجه بصراحه، يعني رغم ان التصوير سيء جدا، انا معاكم وماسكه الموبايل بايد وبعمل بايد، بس بحب اشارككم. دي بطاطس انا بجيبها من فتح الله، بتبقى للضروره بحطها في الفريزر، والولاد عايزين يعملوا سندوتش مثلا بالكاتشب بالمايونيز، او هعمل اي حاجه محتاجه بطاطس اهي، بتبقى سريعه شويه عن ايه البطاطس التانية. ناخد كده شويه نحمرهم، وبصراحة ولادي بيحبوها عن البطاطس، اللي بقعد اقشرها بقى واقطعها. طبق كده حلو يتحمر جنبها. يعني انا كل ما اقول البطاطس نستناها لما ترخص شويه عشان بقى فرز شويه في الفريزر، زي ما عملتها معاكم قبل كده، بديها نص تقليه كده شويه صغيرين، وبعد ما تبرد بعبيها. كنت عاملاها قبل كده معاكم كانت جميله جدا. لكن للاسف الحاجه لسه برضه شاده جامد. البسلة اللي كنا بنجيبها ب5 جنيه أو كيلو ونص ب10 ونفرزها بال20 كيلو ب16 جنيه، مش عايزة تنزل يعني خلاص. الكوسة ب12 وب13. لا بجد يعني الحاجة غالية أوي، السمك غلي، اللحمة غليت، اللحمة دخلت على 250 260. ربنا يرحمنا يا رب، ارحمنا يا رب برحمتك الواسعة. تمام كل حاجة بقى. بصوا البانيه متبل بقى تتبيلته بالبيض بكله بقى، هنزل في الفيجيتار كده، ويكون الزيت بتاعي بقى سخن، هنزل بيه. ويا سيدي بقى، بصوا انا بتكلم معاكم عادي جدا اكني بتكلم مع اي حد كده، لا بزوق الكلام ولا بصنع الكلام، بتكلم معاكم بطبيعتي. زود كده شوية فيجيتار، انا عاملاه عادي بصراحة، مش عاملاه حار ولا حاجة، عشان الولاد يعرفوا ياكلوا. ارش كده وادوس على ايدي كده عشان يبقى مظبط كده، يبقى عامل طبقة فيجيتار حلوة.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب. اكثروا من الدعاء يا جماعة، ادعوا لنفسيكم ولعيالكم وحبايبكم، وادعوا لإخواننا التراكوة والفلسطينيين والسوريين والعراقيين، كلنا إخوات. ادعوا لهم ربنا يعدي أزمتهم على خير يا رب، يعدي أزمتهم على خير يا رب، ويحفظهم من كل شر يا رب، يحفظهم ويحفظ أولادهم ويحفظهم جميعا من كل شر، اللهم أمين. ويقف معاهم يا رب ويعدي أزمتهم على خير. بصوا بقى البطاطس دي حلاوتها بقى ان بتبقى مقرمشة وحلوة كده، بصوا بتبقى جميلة جدا كده، حلوة لونها حلو مية مية. خلص البطاطس ونحط البانيه وراها على طول. يا رب كريم. كده حمرنا البطاطس، هننزل بقى بالبانيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون ايه ساخن كده حلو، وهو قاعد في التتبيلة فترة بصراحة حلوة، مش هياخد معايا سوا وهيبقى طعمه جميل جدا. بصراحة طعمه كان تحفة، لونه وطعمه كان حكاية، والتتبيلة تحت الفيجيتار كده، طبقة الفيجيتار كان مدي طعم تاني خالص. صفيها كويس بقى من الزيت ونطلعه على مناديل كده. بصوا حتة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا رب، ألف هنا وشفا. بصوا ما شاء الله، المناديل بقى تشرب الزيت كله. ياخدش وقت، طالما انت متبلاه وقاعدة في التتبيلة وقت كويس بيقل في السوا، بيستوي بسرعة، ياخدش وقت في النار كده. واهم حاجة طعمه، التتبيلة تخدميها يبقى طعمه خطير. وده كان غدانا النهاردة، غدا كده سريع، وفرنا من فرخة لكام يوم أكل. ويا رب كده دايما كل حاجة بعملها بتعجبكم، واشوفكم دايما كده على خير في حاجة جديدة ووصفة جديدة من مطبخ نشوى الخطيب. بصوا الجمال، بصوا الطعم والشكل، بصوا يعني بينطق. اخدته من فرخة، يعني فرخة عملت منها كذا وجبة والحمد لله. طبعا التوفير والتدبير لازم ان احنا نحاول نعمله، عشان على الاقل نقدر نوفر لولادنا ونأكل ولادنا كل اللي نفسهم فيه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.